عايده عيوتي فين انتي؟ تعالي. انا مش هنا يا حبيب قلبي يا غالي. لا بس انا قلبي بيقول لي انك هنا. لا مسكتي. عيوده احنا اتفقنا بقى لما امسكك نعمل ايه؟ مش فاكره. بس انا فاكر لو مسكتك نلعب ضربات جزاء، بس انا اللي اشوط الاول، صح؟ انا عارفه انت مفرفش قوي كده ليه؟ علشان رحله الغردقه. صح يا عيوده. فاكره في اول عيد جواز لينا لما سافرنا الغردقه لما كانوا لسه بيمحروا البحر؟ كنا فايقين ورايقين من غير البنات وقرفهم. صح يا عيني. يلا بقى نلعب ضربات جزاء. يلا خش عليه خش عليه خش عليه. العب يا عبد الحميد يا جن. اديله ادي. انتوا ايه اللي جابكم؟ ايه اللي جابنا ده؟ ايه جايين نفكركم برحله الغردقه ولا هنحمرق؟ لا مش هنحمرق ان شاء الله، هنروح بس امشوا دلوقتي. يلا يلا. لا برضه مش هيروحوا غير لما ينجحوا. يبقى يا مامتي وبعدين احنا بنات امامير وشاطرين وان شاء الله هننجح. يا مامي اولا النجاح والسعود ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا بقى مش عايزين نقول للواد تامر لحسن يجي معانا المصيف وينزل البحر بالجلابيه وكاوتشه العربيه ويعرنا. عشقتكم عيني. اخسي 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 اخسي. بعرف من المكوجي انكم مسافرين رحله الغردقه ولا اعرفش منكم. طب شكلي هيبقى ايه كده قدام محصلين الكهرباء لما يجوا يلاقوني قاعد في الشقه بطولي؟ يا اخويا باستر نفسك ساعتها باي حاجه. خدني يا اخويا في دوكا، خدني. اسمع، انت بكره تنزل تشتري لي الترنجات الزرقاء اللي وعدتني بيها وبورنيطه جينز. الواد ده هيعرنا هيفضحنا. اسمع يا خال، عقابا ليكم عشان خبيتوا عليا واحنا مسافرين انا اللي هركب جنب السواق. يا سلام، غالي والطلب رخيص يا تمور، ليك عليا هحطك فوق كابوس العربيه. بس يلا روح نام دلوقتي. انام؟ انا هريح بقى هنا معاكم شويه لغايه اما يجي ميعاد السفر. لا كده هزعل منك، قلت تروح تنام يعني تروح. خلاص انا هعتقك المره دي بس من رسالتي، بس تعمل حسابك دي اخر مره. ماشي. يا باي يا باي يا باي. الحمد لله جدع انك غورتهم. ايوه ماشي الحمد لله. نلعب بقى ضربات جزاء، انا اللي هشوط الاول. فين الكوره؟ كله منك يا مسهوكه. انت السبب في القرف اللي هيحصل لنا. يا سلام يا الهام، انت محسساني ان انا بس اللي شلت مادتين، ما انت كمان سقطتي. يا سلام يا اختي، انا عادي، انا بسقط كل سنه وعادي، والحياه بتستمر عادي، وبنسافر الغردقه عادي. لكن اللي مش عادي بقى يا اختي ان انت كمان تسقطي. اللي يجيبك منطقتي يا ستي عشان انا جدعه وقد كلمتي، وبعدين انا اتفقت مع كل اصحابي ان احنا ما ندخلش الماده بتاع الدكتور نبيل طبوشه عشان اتهد زميلنا الامور رشدي. يا اختي بلا رشدي بلا طبوشه، هي القناه منيله ب60 نيله بتاعتكم دي اللي انتوا تقعدوا تتفرجوا عليها، اللي بتفتح لكم عقلكم وعينيكم كمان. طيب دلوقتي يا الهام هنعمل ايه لو بابتي عرف؟ المشكله مش في ابوكي ده انا قلت له للمره الرابعه اني سقطت في الثانويه العامه في نص الجيم بتاع البلاي ستيشن. طيب وعمل ايه؟ ولا حاجه يا اختي، سحب مني بس الدراع الرئيسي وطلعني من الماتش انسحاب. ما هو عادي عشان متعود منك على كده، انما انا خايفه بقى لحسن يضطهدني عشان انا زملكاويه ويجيب لي القديم والجديد. ابوكي ده القلب الطيب بتاع العيله، المشكله في امك، لو عرفت هتدلقنا كلنا من البلكونه. يا ستي تحدفنا من البلكونه، تحطنا في الحوض وتحط علينا بوتاس مش مشكله، المهم بس نسافر الغردقه عشان اقابل واد موس هناك. يا بنات بقول لكم ايه، والنبي حد ياخد التيشيرت الاخضر العيالي ده ويديني بداله حاجه تنفع البحر في الغردقه. يا شيخه بقول لك بقى انسي خلاص. يعني ايه؟ مش فاهم. اصلها يعني اصل انت عارفه هيام طماعه وما بتحبش تدي حد حاجتها. بصي يا حبيبتي، هاتي التيشيرت ده وروحي خدي كل التيشيرتات بتاعتي بس من الغسيل. يا سلام، ده ايه الكرم اللي نزل عليكي فجاه؟ طب انا هاخد التيشيرت البيضه اللي عليها مادون، ده احنا هنتصور صور في الغردقه يا بنات. يا شيخه بقول لك مفيش صور ومفيش اي حاجه من الحاجات دي. اسكتي، اصل انت عارفه هيام اختك دايما تحب تتصور لوحدها، ما تحبش تصور حد معاها. قصدي على النسكافيه، لازم اروح الحق. اياكي تقولي لحد ان احنا اتنيلنا ست، الله يخرب بيتك. يا بقى لا الكذب ملوش رجلين. لا يا اختي ليه رجلين، وكمان مقاس رجليه 42.